عبد الرحيم فقير المهاجر المغربي بالديار الإيطالية على مستوى مدينة نابولي مساء الأحد الماضي تعرض لاعتقال من طرف الشرطة الإيطالية، لكن بشكل غير إنساني، حيث جثموا على جسده حتى فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة. حالة من الغضب على مستوى الجالية المغربية والعربية المقيمة بالديار الإيطالية على ذلك السلوك الشنيع من الشرطة الإيطالية، وقامت النقابة المستقلة الإيطالية بالدعاء لإضراب عام 24 ساعة تضامنا مع هذا المهاجر المغربي 43 سنة فقط، وأسس شركة صغيرة للتفريغ والشحن. لكن سلوك الشرطة الإيطالية كان يطرح الكثير من التساؤلات، وتدخلت المؤسسة القضائية كذلك بمراجعة تسجيلات الموضوعة على مستوى والمثبتة على مستوى الشرطة الإيطالية التي اعتقلته، إضافة إلى انتشار فيديوهات توثق ذلك الحدث الشنيع. إن لله وإنا إليه راجعون، وكل التضامن مع عبد الرحيم فقير وكل الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا وكذلك الديار الأوروبية. قلوبنا ودعاؤنا، ونقف معكم دائما.